أنا بوجه رسالة لكل شعب مصر المخلصين وطنهم الأشراف، الناس اللي وقفت معانا يوم الجمعة اللي فاتت 25 نوفمبر في ميدان العباسية واستجابت لدعائنا ودعاء بعض الأطراف من المصريين. بقول لكم أنا منتظراكم يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في ميدان العباسية نتحد ونكمل مسيرتنا للوقوف بجانب بلدنا مصر، والوقوف بجانب جيشنا اللي هو قادر لحماية بلدنا. ويا رب أتمنى إن العدد المرة اللي جاية الجمعة اللي جاية إن شاء الله يكون أكتر، بيكون بدل ما كنا حوالي مليون يكون 2 مليون 3 مليون 5 مليون، علشان نوصل صوتنا لكل العالم ونقول لهم إن إحنا مصريين بجد مخلصين لوطننا، احنا مصريين بجد بنعمل بدون اي هدف وبدون اي مشاركه في اي احزاب او مؤسسات سياسيه. احنا بننزل الشارع وبنعمل علشان خاطر بلدنا مصر، مش مستنيين اي هدف، ما بنسعاش ورا تحقيق اي هدف او اي مصالح شخصيه. احنا بنتعامل بضميرنا ووطنيتنا مع كل خطوه احنا بنخطيها للدفاع عن بلدنا، او اي تصدي بنتصداه لاي حد بيحاول يدمر بلدنا سواء داخل مصر او خارج مصر. يا مصريين اتحدوا وانزلوا يوم الجمعه اللي جايه ميدان العباسيه علشان نكمل مسيرتنا في الدفاع عن وطننا وعن بلدنا مصر. كريمان الشريف.